مستغفر هل من تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فوني له المطالب ولو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع سواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وابق من الذنوب إلى النهاية صلى الله عليه لا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ريول الغيائب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب واتركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو غائب لا إله إلا الله سبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بنوره قبل يخلق آدم من الطين اللازم عرض فقره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه قيل هو آدم عليه السلام آدم به أنيل على المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب صلى الله عليه قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته باتجاه المهابة والافتقار صلى الله عليه ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استغفرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تضله الغمامة تطيعها السحائب فجري الجبين الليل والذوائب الفي الأنف ممي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع اتباع ساخر صلى الله عليه وكما قبلهما البعير فازال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن بالطب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجن وحنين حزين النادي صلى الله عليه يا متبع بركته ما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على دوام مراد صلى الله عليه يعفو ولا يعاقب وإن خصم يسكت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب وإذا التقى على الكونين وانفصل عن العالمين
بقوسين كنت له أنا النذير والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نعرضه من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المائل، فإذا شرفت التربة طيبة منه بأشرف الطالب صعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير راكب الأجانب على حديث السميع. وسالت من منابعها سحاري ومالت للحمى طرفا وحدا إلى تلك المعالم
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم
في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحديث الأول عن بارع علم التافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت حورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم وضع ذلك النور في طينته قال ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح القات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل
وضعي الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كان والبدر في التمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي
ومن صلى الله عليه وسلم مهدون بيد الهداية فقعون بقعد الهداية ودخل في عبد بيته وبقيت الخلائق كما دخل فيها فقرا ولقليل المعجزات بفضول على فارس وسكوت الشرابات ورمى الكشاف خير من السماء بشوق المعرفات ورجع كل كبار من الجن وهو بصحبته والنور Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi. Takdim terutama sekali kepada ayah rohani kita bersama, yaitu Walid, dan kepada pimpinan majelis Habib Haikal. Takdim wal ikraman kepada guru-guru kita semua, yaitu Tunku Ikhlas dan beserta guru-guru yang lainnya. Yang teristimewanya kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah berhadir pada tempat yang mulia raya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Rajab, yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka daripada itu, apa yang telah kita persiapkan buat menghadapi Ramadan di bulan esok? Maka dari sinilah untuk mempersiapkan diri kita menuju Ramadan yang akan datang, mulailah dari bulan Rajab ini. Mulailah beribadah dengan tekun. Mulailah mengerjakan amal-amal ibadah apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita pelajari. Cukup banyak faedah, fadilah di bulan Rajab ini. Karena yang pertama, Rajab terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah Ra, yang melambangkan rahmat Allah. Di dalam bulan ini Allah cukup banyak memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Yang kedua, hurufnya Jim, yaitu Jirmul Abdi. Maksud Jirmul Abdi adalah mengampuni hamba-hamba yang ingin bertaubat kepadanya. Yang ketiga, Ba, Birru, melakukan kebaikan. Melakukan kebajikan itu tidak mesti kepada Allah, dan mestinya kepada semua. Maksudnya apa? Maksudnya beribadah atau melakukan kebajikan bisa dilakukan sesama manusia dan kepada Allah. Itulah dari 3 huruf. Dikarenakan Nabi dalam suatu hadis menjelaskan,
Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahru, wa Sya'ban syahri, wa Ramadana syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, sedangkan Sya'ban adalah bulan Nabi. Kenapa dikatakan bulan Nabi? Karena pada masa itu Nabi mempersiap diri untuk melakukan perang Tabuk. Dan pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi melakukan perperangan ke kota Romawi bagian timur. Makanya pada bulan Sya'ban itulah dikatakan bulan Nabi. Sedangkan yang terakhir dikatakan syahru ummati ialah bulan Ramadan, dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad, tidak dikhususkan kepada kaum-kaum yang nabi-nabi yang lain. Ya, dikarenakan kalau puasa, semua nabi pernah berpuasa. Puasa Nabi Daud, puasa Nabi Adam, dan puasa Nabi apa? Puasa Nabi Daud. Cuma bulan puasa dikhususkan kepada umat Nabi, tidak diberikan kepada umat yang lain. Inilah khususiat yang diberikan kepada umat Nabi. Sehingga Nabi Musa pun berkeinginan menjadi umat Nabi Muhammad. Pekerjaannya, beramalnya sedikit, pahalanya besar. Umurnya sedikit, hisabnya pun tidak terlalu besar. Kalau umat-umat dulu itu umurnya ada yang ratusan, ada yang berpuluh-puluh tahun. Kita cuma umur ghalibnya 63 tahun. Begitu 63 tahun ya meninggal. Bahkan ada juga yang masih muda yang meninggalnya, ada juga yang tua. Maka dari itu, pada bulan ini lakukanlah amal kebajikan sebanyak-banyak mungkin. Amalkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui. Karena bulan Rajab ini ada satu cerita. Ada seorang wanita yang setiap datang bulan Rajab, beliau melakukan amalan. Setiap datang bulan Rajab melakukan amalan, memakai baju kebiasaannya, memakai baju kebiasaan waktu ibadahnya. Dan wanita itu setiap maghrib membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Waktu meninggal perempuan tersebut, jenazahnya tidak Allah tinggalkan di dalam kubur, akan tetapi Allah angkat jenazahnya langsung ke syurga. Itulah fadilah cukup besar yang kita di saat kita membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Itu memang jaminan. Kalau ingin dijauhkan siksa kubur, amalkan surat Al-Ikhlas. Jika tidak, beramal yang lain. Jika ada amalan yang lain, lakukanlah. Dari sinilah kita mulai. Karena kenapa kita jarang beribadah? Hati kita kurang tenang, banyak pikiran, sehingga kita beribadah kurang tenang. Apalagi dengan kesibukan dunia. Padahal kalau kita bilang kesibukan dunia,
semua orang susah. Wa kullu harfin mustahiqqin lil bina. Setiap persoalan ataupun permasalahan itu butuh proses. Setiap hal yang kita lakukan ini butuh proses. Wal aslu fi mabni ayyusakana. Untuk mendapatkan apa yang telah kita lakukan ini dengan ketabahan dan kesabaran. Tidak perlu kita untuk merenungkan nasib. Orangnya hanape yang amba nak mekebru hanangam lo yang amba nak. Padahal rezeki ke Allah, rezeki udah Allah yang atur. 4 macam Allah bagikan rezeki. Ada yang rezeki datang sendiri, ada yang perlu kita cari. Karena Imam Malik dan Imam Syafi'i pernah berdebat masalah rezeki. Kata Imam Malik, saya kalau rezeki tidak perlu dicari. Kalau kata Imam Syafi'i harus dicari. Makanya ada yang rezeki perlu dicari, ada yang rezeki datang sendiri. Makanya kalau ada yang lebih hartanya, mungkin sudah banyak. Di sini kami membutuhkannya sebenarnya. Untuk membangun Ribat Az-Zabidi, insyaallah. Ataupun pondok pesantren Az-Zabidi selagi dibangun ke depannya. Makanya kalau ada rezeki lebih, jangan kasih kepada orang lain. Kita titipkan saja kepada majelis kita sendiri. Biar cepat kita melakukan pembangunan Ribat Az-Zabidi. Dikarenakan ini sudah lama sekali. Maka dari itu, kesimpulan terakhir, ibtasim falaisa hunaka ma taksiru farabukal mawjud warizquka maktub wa umruka mahdud. Teruslah tersenyum, tidak apa-apa, walaupun ada rintangan, hambatan, teruslah tersenyum. Falaisa hunaka ma taksir. Janganlah kita jangan terlalu memikirkannya. Falaisa hunaka ma taksir. Farabukal mawjud. Allah kita ada. Jangan membuat susah sendiri. Warizquka maktub, rezeki engkau telah ditulis oleh Allah. Hari ini sudah dijamin oleh Allah, engkau mendapatkan rezeki 50. Walaupun kita bekerja sehari penuh, tetap 50 yang kita dapatkan. Dan umur engkau telah diukur. Kapan engkau mati itu udah ditentukan sama Allah. Cuma waktu dan harinya kita belum tahu. Kadang-kadang pulang dari sini, kita doakan semua panjang umur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وامسنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها واجعلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مفتون واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يا ما ما في اثنين مشافي مثل عين أسر فؤادي وسد ودادي بدر الدجى جمالك ما في اثنين مشامت مثل عين أسر فؤادي وزن ودادي بدر الدجى يزيد انت حبيبي أراك ألقاك وافرح بنداك طه يذهب نوره إلي يا عظيم الجاه طه جد بنظر إليها
bayangnya dibayangkan gitu. Ada satu lagi nih. Hilang. Jadi kan ada parkir. Betul ya dikasih kalian sering ya. Masuk semua yang ada di. Ini kebablas bungkus. Baru mau. Bang.